عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلام. رمضان كريم، النهارده اول يوم رمضان بقى، وكل سنة وانتم طيبين وينعاد علينا جميعا بخير، ويا رب كده تكون شهر كريم ومغفرة ورحمة ويغفر ذنوبنا جميعا ويجعله في ميزان حسناتنا ويتقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا. النهارده بقى رايحين نفطر عند ماما. ربنا يبارك لنا فيها يا رب ويحفظها ويخليها لنا. رايحين بقى دلوقتي نفطر، صحينا بقى وظبطنا دنيتنا وروقنا شقتنا بقى وغسلنا، حاطين غسيل وشلنا غسيل والكلام ده كله. وهنروح بقى دلوقتي، هنتحرك بقى ونروح عند ماما. زي ما قلت لكم، احنا لما بنبقى خارجين من البيت لازم في توضيبات معينه لازم بنعملها. لو انتي مامي والكلام ده بتاخدي بقى بامبرز، مش عارفه، غيار. لو انتي هتقضي يوم كامل بره، غيار بقى كامل بقى جميع بقى الغيار بتاعك. يعني مثلا الغيارات الداخليه كامله بتاعتك، والترنج لو هي هتغير، الكلام ده كله. احنا عارفين البيبي بيوقع نفسه بيبهدل نفسه، فلا يمكن انت هتقعدي يوم كامل من غير ما تغيري. ده غير بقى مثلا لو هتباتي او حاجه. بس ويلا بقى نشوف النهارده هنعمل ايه، ونشوف ماما عامله لنا اكل ايه بقى، مشتاقه جدا. بس تعالوا يلا نشوف مع بعض، ويا رب كده يبقى يوم جميل. عايزه اقول لكم مش قادره اتكلم قوي لاني عطشانه جدا جدا، لاني صاحيه من بدري وقعدت اعمل حاجات في البيت فاجهدت صراحه. يلا بقى هنروح نكمل بقيه اليوم ونشوف هنعمل مع ماما ايه، وهصور لكم كل حاجه وبس. ويا رب كده يكون يوم جميل ان شاء الله، ويوم جميل صراحه. وعايزه اقول لكم الجو النهارده سبحان الله جميل جدا بجد. حتى يعني مش ساقعه ومش حر، لا حلو. فربنا يعني لطيف بينا جدا، فالحمد لله. يا رب كده يجعله في ميزان حسناتنا. ومتنسوش بقى اللايك للفيديو ده، واشتركي في القناه لو انت اول مره تشوفيني، فعلي زر الجرس عشان يجيلك كل جديد من عالم جيجي. وما تنسوش بقى تكتبوا لي في الكومنتات فطرتوا ايه النهارده، وعند مين بقى، وعملتوا ايه، واحكوا لي بقى يومكم النهارده. يلا هستنى كومنتاتكم، ويلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا بقى كنا نزلنا ورايحين بقى، بصوا عندنا في العمارة بدأوا بقى عملوا يعني حاجات بسيطة قوي. ومركبين لا بقى لندا كده اسمها لندا ديسكو. اللندا دي غريبة قوي صراحة، بتقعد تعمل انوار كده في الارض. بصوا بقى الشوارع جميلة ازاي. وهنا بقى عند ماما بصوا بقى عاملين بقى زينة وفانوس بقى وكده، كان حلو قوي. بقى داخلين عند ماما، وده جيت بقى بصوا قلب الدنيا بقى محشي بقى وايه. رودينا بقى هايسه مع ولاد خالتها. بس بقى هنعمل النهارده بقى محشي. طبعا الاسره المصريه كلها عاملين محاشي النهارده. بصوا بقى هوريك ماما بقى دلوقتي بتقلي البصل. احنا لسه في البدايه يا ماما. يلا كل سنه وانت طيبه يا ماما، ينعاد عليك الايام بخير، ويا رب كده مجمعانا. بس بقى هنبدا دلوقتي بقى نحشي. تمام، بدأنا بقى بالكرنب اهو، ويلا بقى تعالوا معانا. وبصوا احنا بنقطعش الورق حته حته كده، بنسيبها طويله واحنا بنحشي بنقطع بس. واهي بنلف اهو الورقه وبنرص في الحله. وريني واحنا لسه في البدايه، وريهم الحله. نو يا رودي نو. عايزه اقول لكم بقى اصلا الورق ده ماما انتوا اصلا عمالين تتكلموا مش شايفين اللي عماله بتعمل. مش مشكله يا سيدي. دلوقتي الورق ماما اصلا مفرزاه، لان الايام دي ماما عامله حسابها ان ما بيبقى فيه مش عارفه نوع كده اسمه نوع البط، ورق الكرنب بتاع البط. مش عارفه ايه بتاع البط ده. ايه يا ماما بتاع البط؟ كرنب بط. ايوه وسيم كده السبعيني، ورق سبعيني. فبيظهر بقى بتاع ده في الوقت اللي احنا فيه ده. فماما كانت عامله حسابها فمخزنه بقى لما كان الكرنب بلدي، بس عشان كده تحسوا ان هو بقى ساقع قوي صراحه، ساقع على ايدي قوي. بس وهنخلص بقى واوريكم بنرص الحله ازاي. يلا خليكم معانا، وكل سنه وانتم طيبين. بس بقى خلصنا حله الكرنب اهو، وحله البتنجان هي خلصت. بس هنروح بقى نعلق عليهم دلوقتي، والعصر بيأذن اهو، هنقوم نصلي العصر بقى ونرجع نشوف هنعمل ايه.
بقى هنا كان خلاص يعني فاضل على الاذان مفيش 10 دقايق. ابتدينا بقى نحط البلح بقى في الكوبايات. بس وبدأنا نحط بقى البلح في الكوبايات بقى. طبعا البلح ماما بتبقى عاملاه من الصبح اصلا عايف ميه وسكر وكده، وبنبقى مكسرينه بقى زي ما انتوا شايفين، نطلع منه النوى. عاملين بقى عرق سوس وعاملين فراولة بقى وايه حبشتكنات. طبعا احنا بنهتم بالعصاير قوي، والمشكله بقى ان احنا بنقعد نشرب عصاير كتير قوي ونملى معدتنا، ونيجي بقى وقت الاكل بناكل برضو. يعني اوعوا تفتكروا مش هقول لكم ما بناكلش، لا بناكل برضو. ده كان محشي فانسوا. بس بقى وهي دي بقى الميه. انا عايزه اقول لكم ان احنا بنحب الميه دي قوي. بنيجي بقى بعد الفطار بشويه ناخد بقى نضرب 1 كوبايه بقى بلح بالميه دي، ويا سلام بقى على الجمال. كل اصلا ما بتقعد شويه كل ما بتبقى التسكيره بتاعتها بتبان. هو البلح عموما كده. ايه ده، انا عايزه اقول لكم ان انا لسه واخده بالي ان انا حاطه في كوبايه واحده معلقتين. ايه اللي انا عملته ده؟ بس بقى هنا بقى كنا اختي بقى كانت بتفضي المحشي بقى. بصوا بقى السخونيه بقى، بصوا البخار اللي طالع بقى. عايزه اقول لكم كل صابع يضرب التاني ايه. بس والبتنجان بقى هو بنغرفه كمان. كانت البتنجان بقى صغنن كده. ماما بتحب تشتري البتنجان اللي هو بيبقى صغير ده، لانه بيبقى طعمه لذيذ قوي. يلا كل سنه وانتم طيبين، ويلا تعالوا كلوا بقى. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي. يا جماعه دلوقتي احنا غسلناها تمام وهنشفها. بصوا اهي، لو تلاحظوا في علامات ميه. هنشفها دلوقتي وهنشغلها بقى على درجه حراره قد ايه بقى؟ 200 يا انجي. انا هشغلها على درجه حراره 200 تمام. ونرجع مثلا ايه، مش عايزين ننشفها بقى بالمناديل، خلاص حطيها 10 دقايق 7 دقايق، هي بس تنشف من جوه مش بس احنا دلوقتي هنعمل بقى القطايف، فاحنا بقى حبينا نعملها في الاير فراير علشان ما تاخدش زيت كتير وكده. وفي اختراع تاني طالع على علمي. ايه بقى؟ لو عايزه دلوقتي نفصل اهو عادي اهو. لو في اختراع طالع كده ورق بيتحط هنا. بيعمل ايه ده بقى؟ ما عشان مثلا ما توسخيش الاير فراير. ايوه صح. طب ما ده حلو قوي قوي. طب ده نجيبه منين بقى؟ على امازون او في اسواق علام على علم. بس اشتغلوا نشوفه. خلاص تمام. هنخليها تنشف بقى وكده، وهنروح ندهن القطايف زيت وارجع لكم. جبنا بقى يعني حبه زيت كده حطيتهم في الكوبايه، وجبت الفرشه دي. وهنا القطايف كنا عاملينها امبارح وحشينها وحطيناها في التلاجة عشان تمسك نفسها. والشربات طبعا جاهز. هنعمل دلوقتي كده بالفرشه تمام اهو. بسم الله بسم الله. خلاص بس اهو زي ما انتم شايفين. عايزه بقى اقول لكم على حاجه مهمه قوي. القطايف اول ما تجيبيها لازم تحشيها. ليه ما تحطهاش بقى مثلا في التلاجة او في الفريزر؟ ليه؟ بصوا عايزه برضه اوريكم ما بتاخدش زيت كتير علشان تعرفي تحشيها. لان لو حطيتيها من غير ما تحشي يبقى العوض على الله، مش هتعرفي تحشيها. كم انت حد بيزعلك في حاجه؟ حد بيزعلك؟ اضحكي عشان اعرف الطنطاقين. ايوه يا ماما. لا بس لا خلاص بقى فصلت. بس لازم نحلي. تقبل الله يا رب منا ومنكم يا رب. وبس بقى بصوا بقى احلى حاجه في الاير فراير طبعا دي مش مغروسه في زيت بقى والحوارات دي. لا يعني حبه زيت وخلاص. وهي ممكن، انا عايزه اسالك بقى، هي ممكن اصلا تتحط من غير زيت عادي يا شيخ والله؟ وهتتحمر؟ تتحمر طبعا. من غير زيت؟ من غير زيت. جربي. طب يا جماعه ده حلو قوي. هنحط حبه بدون زيت. ماشي عادي جدا. طب خلاص تمام ماشي. طب ما كده خلاص بقى الواحد بعد كده ما يستخدمش زيت. يا جماعه خلاص لكل زوجه قولي لزوجك انا هوفر لك في الزيت، هات لي الاير فراير. هو حل الاير فراير. اعملوا جمعيه بسيطه كده صغنونه. ايوه وهاتوا الاير فراير وهوفر لك وهات لي الاير فراير. طب هي في حدود كام يعني مثلا الصغيره؟ ما اعرفش. ما خدي بالك الصغيره ما هتفرق معاكي بعد كده. مش هتقدري مثلا لو جايبه سمكه كبيره مش هتقدري تحطيها. فانت لما تجيبي قسمي السمكه على 2 اقسميها. لا انت لما جيبي الكبيره. خلاص على طول. الواحد لما يجيب حاجه زي كده في الاجهزه يجيبها كبيره احسن على طول. لا صح ماشي تمام. هنخلصهم بقى ونرجع لكم تاني وهوريكم بقى واحنا هنحطها في الاير فراير. يلا بصوا دلوقتي بقى هنرصها. انا خلاص خلصت الكميه اللي معايا اهو وهرصهم كده.
بصوا دي مفتوحه، فانا هعملها كده عشان ما تنزلش. اصلا احنا المفروض هنقلبها يعني على الجنبين. بصوا اهو. وعلى فكره بتاخد حبه حلوين اهو مره واحده، ان شاء الله خير يعني. ولو حطيتيهم يا انجي كلهم عادي، كلهم مره واحده. لو حطيتي مثلا رصتين فوق بعض عادي، وترجعي تقلبيهم مفيش مشكله. اوكي. انا عايزه اقول لكم حاجه، ان احنا نسينا اصلا كنا بنقول هنسيب واحدتين من غير زيت. والله نسيتي. عملنا كله. مش مشكله بقى المره الجايه، رمضان لسه عايزين رمضان كبير يعني، لسه في اوله. كل سنه وانتم طيبين يعني. طيب احط بقى كده. كفايه يا انجي بقى. واحده كمان بقى عشان اظبطي بقى درجه حراره يلا. بصوا يا جماعه، احنا هنعمل دلوقتي على درجه حراره 200. اوكي، هي مظبوطه على 200 على فكره. مش هنعمل بقى على قد ايه؟ بصوا من 15 ل 18 دقيقه. احنا هنعمل 15 دقيقه لانه ده خفيف وبسيط يعني. بس ونرجع نبص عليها تاني ونقلبها كده. هنقلبها بقى على الواجهه التانيه وهنشوف مع بعض. بس ويلا بقى خليكم معايا. طيب يا جماعه اتحمرت اهي، سخنه قوي قوي بس تحفه بقى وهيلثي جدا وحلوه. هحطها بقى دلوقتي في الشربات كله بقى تحفه. الف هنا وشفا على كل اللي هياكلها. هخلص بقى بقيه الكميه وخلاص بقى كده.